اتخانقوا مع بعض لما اكتشفوا غدر الصحاب، بس هو ما طلعش رجل أعمال شاطر وبس، ده قدر يخلي ضرتين يحبوا بعض ويكونوا صحاب. وواحدة منهم قالت عنه: احنا بنعبده عبادة. قصتي معاكم عن رجل الأعمال علاء الخواجة. يا ترى إزاي اتجوز إسعاد يونس وشريهان وخلى علاقتهم كويسة مع بعض؟ ليه ما طبقوش قانون الضراير على بعض؟ وإزاي إسعاد يونس عرفت جوازه عليها في السر؟ وإيه حكاية الخناقة اللي حصلت؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في فيديو جديد من حكاوينا. علاء الخواجة رجل أعمال أردني مولود في عائلة غنية في لبنان. كان صاحب الملك عبد الله الثاني، وعمل مشاريع كتير في الأردن ولبنان. كمان ليه مشاريع كتير في مصر، وعلاقته قوية جدا مع رؤساء الدول العربية والأوروبية كمان. ورغم كده هو ما بيحبش يظهر في التلفزيون والإعلام بشكل عام. اسم علاء الخواجة انتشر على السوشيال ميديا بسبب زوجاته العملاقة إسعاد يونس ونجمة الفوازير شريهان، والكل بيسأل إزاي قدر يجمع ما بينهم. ومش بس كده، لأ دول كمان بقوا صحاب وكلهم أسرة واحدة، وعيالهم كمان كويسين مع بعض جدا. علاء الخواجة اتجوز 3 مرات وعنده 4 أبناء، هما نورهان وعمر من إسعاد يونس، ولؤلؤة وتالية القرآن من شريهان. الفنانة إسعاد يونس كانت أول بخته اتجوزها لما قابلها في مرة برا مصر في واحد من الفنادق، وقتها أعجبوا ببعض وقرروا يتجوزوا. وإسعاد قالت إن كان مستحيل تضيع راجل زي ده من إيديها، بالذات إنه شهم وأخلاقه عالية جدا. بس علاء بعد كده قابل شريهان وحبها واتجوزها كمان. وإسعاد يونس لما عرفت قامت خناقة كبيرة قوي مع شريهان، وقالت لها: لهفتي جوزي مني. ولو عايز تعرف إسعاد يونس عرفت إزاي إنه اتجوز عليها شريهان، هقولك كان في مشكلة ما بين إسعاد وعلاء، وهي راحت لشريهان بحكم إنهم صحاب يعني، وطلبت منها تساعدها في حل أزمة نفسية ما بينها وما بين جوزها. وفعلا شريهان وافقت وقابلت إسعاد وحاولوا يحلوا المشكلة. إن كانت بتربطها علاقة صداقة قوية، ولكن في يوم طلبت شريهان من إسعاد تساعدها هي وجوزها في حل أزمة نفسية بتمر بيها. وبالفعل وافقت وقابلتها مرة واتنين. لكن المفاجأة كلها اتعرفت لما شريهان عرفت إنها حامل في بنتها لؤلؤة. وبعدها إسعاد يونس عرفت إنها حامل من جوزها، وإن صاحبتها متجوزة جوزها. ومن هنا بدأت الحكاية، وحصل خلاف كبير ما بين إسعاد يونس وشريهان. لكن إسعاد يونس قالت إنها فهمت الموضوع، وتحولت الخناقة لصداقة وتفاهم. وفعلا علاقة شريهان وإسعاد بقت كويسة، وبقوا صحاب من تاني. وإسعاد قالت: ولادها ولادي وولادي ولادها. السوشيال ميديا اتكلمت على علاقة إسعاد يونس وشريهان. كان إزاي انتوا ضراير يا جدعان؟ في ضراير بيحبوا بعض كده؟ هو الراجل قدر يحببكم في بعض فعلا؟ ده اللي أكدته إسعاد يونس، إن علاقتها بشريهان كويسة جدا، رغم إن بدايتها ما كانتش كده أبدا، خاصة لما عرفت إن جوزها هي اللي مغرمة بيه وبتحبه قوي، وكمان بتغير جدا. عرفت إنه متجوز من صاحبتها شريهان في السر. يعني قولولي من وجهة نظركم إيه السر اللي عند علاء الخواجة قدر بيه يخلي الضراير يحبوه كده؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.